مدير. النوع التاني هو صاحب بيزنس ما عندوش خالص معلومات عن الماركت، فتح المشروع بتاعه وقال يلا بقى ايه اما اعمل دعايه. في شويه حاجات لازم تعرفها. اول حاجه، مش عيب خالص ان انت ما عندكش معلومات عن الماركت. انا مثلا ما افهمش في الشغل بتاعك، لكن العيب الحقيقي انك تكون فاكر انك قادر تعمل كل حاجه لوحدك. اول حاجه لازم تعملها انك تجيب حد متخصص يمسك لك الماركتنج. تاني حاجه، لازم تكون معرفه عن الماركتنج سواء من خلال فيديوهات او كورسات او من خلال كتب، حتى يا سيدي من باب العلم بالشيء او علشان تقدر تقرا وتحكم على نتائج الشركه اللي ماسكه لك ماركتنج. لازم تكون فاهم ان الماركتنج عمليه طويله فبتحتاج صبر وتبادل معلومات وخطط واضحه ومدروسه. اغلب العملاء اللي من النوع ده بتكون مرجعيتهم للاهل وللاصدقاء وبتكون نظرتهم نظره ماديه، فبيبتدي يقارن نفسه مع المنافسين اللي ممكن اساسا يكونوا شغالين قبل منه بسنين او بيصرفوا ميزانيات اكبر منه بكتير، فبيبتدي يحس ان شغله مش مظبوط ويبتدي يفقد الثقه في شركه الماركتنج اللي ماسكه له الشغل. اول حاجه لازم تعملها انك تصف شركه الماركتنج اللي ماسكه لك الشغل اكتر وتابع معاهم دايما البلان هل هي ماشيه مظبوط ولا لا، وفي نفس الوقت كون معرفه عن الماركتنج علشان تقدر تحكم على نتائجهم شغاله صح